هيفا الفيديو هذا موجه لإلك. انا عم بطلب منك 500 علبة حليب. اتكفل انا ومجموعة من الصيادلة بمهمة نقل الحليب من لبنان الى سوريا، والاجراءات الرسمية اللازمة لادخال هدول 500 علبة. اللي طالبينه منك يا هيفا بانه انت فقط تدفعي ثمن 500 علبة حليب الى اطفال حلب تحديدا. اللي استجابت للامر يمكن انحرجت المرأة واستجابت، وبنعرف انه هيفا امرأة كريمة. شاف الامر اخذ سكسي او اخذ رهجة الى حد ما، كفى وفات فيها تحدي، كأنه انا اليوم بنص الكارثة ببرنامج مسابقات وصوب عن النجمات والنجوم اللبنانية. كفى بسيرين عبد النور. تحدي موجه لإنسانة واحدة فقط لا غير، سيرين عبد النور. سيرين بتحداك تأمني لنا 500 علبة حليب، والعشم فيكي كتير كبير. أنا ناطر من سيرين عبد النور 500 علبة حليب إلى أطفال حلب تحديدا. خليها ترد، وجبرها إنها ترد عليه، مع العلم إنه سيرين، مع إنه نحن مش مخولين نحكي بهيدا الشيء، بس سيرين عبد النور مرة بتساعد برقبتها في عشرات العائلات اللبنانية والسورية والفلسطينية من دون ما تحكي عالسكت. هيدا الإحراج أول شي عيب، ما كنا بدنا نحكي، بس بعد ما اجينا كم هائل من الرسائل من الزملاء المحترمين بسوريا وبلبنان خلينا نرد عليه. انت بتعرف انه نحن معنا حبة بنادول بلبنان؟ يعني وقت واحد يمرض بيقعد ينبش 10 صيدليات 15 صيدلية تيلاقي حبة بنادول. انت بتعرف عرسان جداد مأجلين الولادة لأنه خايفين من وين بده يأمنوا مجمع حليب. هيدا الشاب ما بيمثلهم أبدا بشهادتهم على السوشيال ميديا وبالتعليقات تبعهم، مستحيين وخجلانين. خلوا راسكم مرفوع، لأنه انتو أكبر من هيك، وشيلوا هيدا عن طريق بأسرع وقت.